مصر تتحرك بثبات في القرن الإفريقي ضمن خطة استراتيجية غير تقليدية بعد موافقتها على تطوير ميناء أعصاب في إريتريا وميناء دوراليه في جيبوتي لتعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر وإعادة رسم موازين القوة بالمنطقة. الموانئ لن تقتصر على النشاط التجاري، بل ستتحول إلى نقاط دعم عسكري متقدم قادرة على استقبال السفن الحربية والفرقاطات والغواصات وحاملات الجنود والمروحيات، مع تطوير البنية التحتية والطرق المؤدية إليها لضمان سرعة حركة القوات والإمدادات. اختيار الموقع يرتبط بقرب المينائين من مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة العالمية، إضافة إلى اعتماد إثيوبيا الدولة غير الساحلية على ميناء دوراليه للوصول إلى البحر. وترى مصر في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز حضورها الإقليمي ومنع أي نفوذ بحري إثيوبي، خاصة في ظل تصاعد الخلاف حول سد النهضة ومخاوف القاهرة بشأن أمنها المائي. التحرك المصري يأتي ضمن سياق أوسع يشمل توسيع العلاقات الدفاعية مع إريتريا وجيبوتي، وتعزيز الانتشار العسكري في القرن الإفريقي مع وجود قوات ومستشارين في دول مثل الصومال تحت عناوين مكافحة الإرهاب وحماية المصالح الاستراتيجية. ويرى خبراء أن هذه التحركات تمثل تحولاً واضحاً في السياسة المصرية نحو تعزيز النفوذ العسكري خارج الحدود دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع إثيوبيا حالياً، في رسالة تؤكد أن أمن مصر المائي والاستراتيجي خط أحمر، وأن القرن الإفريقي بات ساحة حضور مصري محسوب.